القصيدة الثانية طبعا يمكن البعض راح يظن انه هي غزل وكذا، هي مو غزل وانما هي صب بما جاء به رسول الله. لا مو غزل. بس هي راح تصير المشكلة شو اسوي؟ اغلب القصائد تنكتب على الامرأة المتبرجة، فهذه القصيدة كتبتها الامرأة العفيفة اللي مقتدية بزينة وفاطمة الزهراء. حسينية وشراعك ما خذت الريح، ومن سترك ولا ضحيت بشوية. النهر يندفن صيته وما تحب الناس، إذا فلاح ظل خانك سواجية. حسينية وشراعك ما خذت الريح، ومن سترك ولا ضحيت بشوية. النهر يندفن صيته وما تحب الناس، إذا فلاح ظل خانك سواجية. البنات اشكال مثل النخل بالبستان، بس انت بوسط بستان البرحية. البنات اشكال مثل النخل بالبستان، او بس انت بوسط بستان البرحية. وما جريت كحلة ولا ربحت شفاف، وقمر وجهك علي يعذب بضيه. يمشي المدري وين بلا حساب وراي، ومشيت انت الامامك راشده النيه. يقلدن بالغرب من يمشن على القاع، ومن تمشين انت مبين عربي. الله يقلدن بالغرب من يمشن على القاع، ومن تمشين انت مبين عربي. العباية السوداء كلش بيضة من تنشاف. هاي شلون صار؟ العباية السوداء كلش بيضة من تنشاف، مبيضة ايامك وما طحتي يا بنية. ابوك زرع سترك كبر كان بستان، وباكر والدك يقعد تحت فيه. ابوك زرع سترك كبر كان بستان، وباكر والدك يقعد تحت فيه. البنية العفيفة تقول مثل الهيل، على جناح الهوى يحمل محاكيه. على فرحة الناس الياس عمر الدور، صاحب موقف يموت بصوانيه. على فرحة الناس الياس عمر الدور، صاحب موقف يموت بصوانيه. وكلبت بضميرك ما تهزك ريح، مثل ما كلبت بالحج البدويه. كلبت بضميرك ما تهزك ريح، مثل ما كلبت بالحج البدويه. انت خالف ستر زينب تنسي وتموت، مثل جنطة السفر عالسجة منسية. خالف ستر زينب تنسي وتموت، مثل جنطة سفر عالسجة منسية. ورهمت على الشرف نخلع على راقي الماي، شيخ ورهمك على اشتاف خاتشي. رهمتي على الشرف نخلع على راقي الماي، شيخ ورغم الاشباط الخارجيه. وهاي انت شحلاتك من يمر الليل، هاي انت شحلاتك من يمر الليل. اشوف انك مكلبه برمشي قمريه، وقلتها وما خفت، واحكيها بد ما خاف، واظل احكيها حد ما يبرد البيه. حسينيه وشراعك ما اخذت الريح، ومن سترك ولا ضحيتك. أنا أعتذر أن طلبت عليكم. هاي القصيدة الأخيرة نصيحة، طبعا ذاك اليوم أنا في الفيسبوك